مرض نفسي، كل هذه الأمراض نحن لم نسمع بها من قبل. السؤال: من سمع منكم بمرض التوحد سابقا؟ أعطني نص من في الجيل الأول عن مرض نفسي. ليش أعطني قبل 100 سنة جدتك تسمعها قالت والله فلان كان عنده مرض نفسي؟ تسمع والله كنا نعاني؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم: إذا ظهرت الفاحشة فيكم ليظهرن الله أمراض لم تكن في أسلافكم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الفاحشة فيكم ليظهرن الله أمراضا بكم لم تكن بأسلافكم. هذه مسألة. المسألة الثانية: الاكتئاب سببه واحد أورده الله في ذاته في كتابه بذاته العلية. قال جل وعز: ومن أعرض عن ذكري، القرآن وذكر الله. قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضيقة، اكتئاب، عزلة، هموم، يشعر أنه معادى، يشعر أن الدنيا ضده، غير مرتاح، سببه الابتعاد عن ذكر الله. تصور رب العباد في الحديث القدسي يقول: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يعني أنت وأنت جالس مثلا تقول لا إله إلا الله، تصور رب العباد يذكرك، ثم لا تطالب بالراحة، لأن تجد أكثر الناس راحة هم أكثر الناس ذكرا لله. لماذا؟ إذا كان رب العباد في عليائه يذكرهم ألا يرتاحون؟ ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، قال الله سبحانه في الحديث القدسي. فلا تجد أكثر الناس راحة وانبساط الذين يكثرون من ذكر الله. لماذا؟ يا أخي رب العباد يذكرك. يعني أعطيك مثال الآن، لما أقول لك والله اليوم ملك، كنا جالسين عند الملك فلان وذكرك بالاسم، أنت أسبوع وأنت ابتسامة ما تفارقك، الزوجة تعلم، الأطفال يعلم، الخدامة ستعلم، تقول أنت عارف مين ذكرني اليوم؟ مين؟ فلان، والله العظيم، وتبتسم 24 ساعة. فكيف أنت لما تقول لا إله إلا الله وتعلم أن الله قد ذكرك سبحانه في ذاته العلية وفي نفسه العلية جل وعز. لهذا أعظم ما نعاني الآن من الاكتئاب هو الابتعاد عن ذكر الله فقط. أنا أتساءل لماذا الاكتئاب؟ لماذا؟ تخشى على رزقك؟ أبشرك بشارة مني لك، لن تموت حتى تأخذ كل رزقك. وبشرك بشرة أخرى، واضح؟ بشرة أخرى جميلة جدا، أن رزقك أنت يأتيك رغم أنفك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: للرزق أشد طلبا للعبد من أجله، من موته. يعني أنت نهرب من الموت. سؤال: هل أنت تستطيع أن تهرب من الموت؟ لا، أنا لا، ولن تهرب من رزقك، لأن الرزق يطلبك كما يطلبك الموت. فلماذا الاكتئاب؟ ماذا تخشى؟ عمرك؟ يا أخي عمرك لن يقدر عليه إلا الله فقط. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. أنت لن تموت إلا بإذن الله. الله عز وجل يأذن موت يا وسيم يموت، انتهى. ولا لو اجتمع عليك أقطار السماء والأرض يأخذ منك ثانية ما استطاعوا. ليه؟ إذن السؤال: لماذا الاكتئاب؟ يعني هل تظن أن الله خلقك سبحانه ووكلك إلى نفسك؟ ضمن الله لك ما يقوم به عيشك، ضمن الله لك ما تقوم به حياتك. أعطاك جسد سبحانه لتقوم به الروح، لأن الروح لا تستقيم إلا في الجسد السليم. أعطاك رزق ليقوم به الجسد، لأن الجسد لا يقوم إلا بالرزق والطعام والشراب. وأعطاك سبحانه وتعالى أن ضمن لك عمرك. فلماذا الاكتئاب؟ لماذا؟ الاكتئاب هو عبارة عن عدم التوكل على الله، الاكتئاب هو عبارة عن عدم ذكر الله، الاكتئاب هو عبارة عن عدم حسن الظن بالله. أنت إذا أحسنت يا أخي، تصور لو جئتك أنا قلت لك أصاب يوسف عليه السلام الاكتئاب، تصدق ولا ما تصدق؟ ما تصدق. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.